بيع الحسب والنسب من اللي قال لي ناسبه، زوجتها بسمرة وهو ما يسوى لسمرة حجة. سعدتم بالخير مساء كما تعودنا في هذا الأوقات المباركة أيها السيدات والسادة، أيها المحترمين، أيها الطيبين، حيكم فوق كل أرض وتحت كل سماء. كما تعودنا في هذا الأوقات الاستثنائية أن نعرج بعض الأمور، أن نعرج على بعض الأمور أيها الشعب اليمني في الداخل والخارج. الشعب اليمني في الداخل والخارج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشعب اليمني العزيز، عسكر واحد منكم سياسي، عسكر واحد سياسي منكم، ومحللين اقتصاديين وصحفيين واعلاميين ولخبطه من هنا ومن هنا ولقات كلام، وهذا ما يعرف، وهذا انا افضل منه، وهذا احسن منه بالسياسه، بينما ما عندكم دوله. بينما ما دام عندكم علم بالشكل هذا كان معكم دوله. اغتلبكم للسياسيين بعد ما ضيعكم دوله طويله عريضه، اغتلبكم وتبغون نصدقكم. بيجي يقول لك يا مروض انت بتعلن على الخرفان وعلى الكباش، انت ما انت سياسي. انا سياسي. وكتب منشور ينقح الكلمات، ينقح كلمات. يعني تبغون نصدقكم انكم اكاديميين وقد ضيعكم بلاد. انا مش معترف لا بالشعب ولا بقياده ولا بقياده اصلا. ليش؟ وين الدوله؟ وين اليمن؟ أين اليمن؟ بعد ما ضيعكم البلاد والعباد جاءون الآن بتحللون. اللي بيحلل مع طارق واللي بيحلل الخام اللي بدروا. أضحك أنا بطلت السياسة ورديت أدوار العصير. عرفت إنه سلا ذنوب على الفاضي. نفس القنية السودانية، محال في هواك من يعصي أمرك يحلو. بالله هذا أغنية، هذا من يعصي أمرك يحلو، كل شيء يرضيك نحن بنقبله. يا بالله هذا الكلام يدخل الفؤاد. كل شيء يرضيك نحن بنقبله، هذا الكلام يدخل الفؤاد. يعني أنت بتتغزل بالشكل هذا. أغنية سودانية. وكانتم درمان حكاية محمد وردي أو السيد خليفة، كانتم درمان حكاية. هل الكلام هذا يدخل القلب؟ أو تقدر تجلس وهمزة الكلام ذا؟ تقدر بل تتباعد بينك وبين المزة 300 عام وكسور مئوية. ونحن أصبحنا زي القنية السودانية. كلام فاضي. بنحلل النفط الخام والزيت الخام، وبنصدر ورحلات طيران. كنا بنطير لأمريكا. سمحوا الأردن يطير طائرة من صنعاء، كنا بنطير لأمريكا طرنزيت. بنقزع فوق باريس ولندن وهبطنا في مطار واشنطن. يا شباب يكفي رقاع. أنا بطلت السياسة. ليش؟ وشيخ قبيلة. ليش؟ ورجعت إعلانة. ليش؟ عارف إنها ذنوب على الفاضي. لمن تنادي أيها المنادي؟ أشباح قدامك وجثة خامد. لمن تنادي أيها المنادي؟ أشباح قدامك وجثة خامد. يعني ما أنا ماسك الآن بالسلطة. لو أنا عارف إني بخرجكم لبر، والله العظيم ما أنا شخصيتي قوية، حرام ضلع ومروض، والله لا أروض لكم الإنس والجن، لكن ما تتروض. أسأل الله السلامة والعافية. باسمي أنا شخصيا، خلينا
اخرجوا من السياسة والكلام، كلكم قتلبكم السياسيين. عاد التعاليق، أحيي هذا القلم الحر، أحيي قلمك الحر، أحيي الحر، أحيي الحرائر. حتى أنا أحيي الحرائر، أنا أحييهم مرتين. وأنا بدأت السيادات قبل السادة، وأنا برضه أحيي الحرائر. من يجي لنا بالحرائر، من يظهر لنا الحرائر هذا؟ والله أخذنا مطب، إيه والله أخذنا مطب. على العموم، باسمي أنا، خلونا من السياسة، باسمي أنا شخصيا وباسم المتابعين اللي بيصلون قريب نص مليون تقريبا قصور، أحيي الشاعر أحمد عظيمان، لأنه أول شاعر يعني يتطرق إلى اليوم بقصيدته الجديدة اليوم إلى هذا الحشرات. يعني أول شاعر يشعر على الحشرات. ما راجعت جميع الكتيبات والصحفية راجعت جميع الكتيبات، ما شفت شاعر يشعر بالزواحف، على الزواحف. يعني هذا البثن والفخر. أول واحد يشعر على الفخر هو أحمد عظيمان. فهذا إنجاز الشعب اليمني. إذا أنتم تبغون إنجاز حقيقي ولا كلام فاضي، إنجاز الحقيقي عمل أحمد عظيمان اليوم بشعره على الفخر، وقد هاجمه إلى أوكار بيوت الفخر، كانت كلمات قوية. فهذا هو الإبداع. أما غير هذا الكلام مش معترف لكم، مش معترف. ضيعتم دولة. مثلا أنا معي جربة يعني بتزرع الفواكه الخضروات، الخضروات، العنب، التفاح، البرتقال، المشمش مثلا. خليكم معي، مثلا مشمش. وجبت واحد بتول وقال لي لا، هذا غير التربة، مسك التربة. يا أخي انت بتول وأنا صاحب الجربة، كيف أسبتك كنت كيف أسبتك؟ على العموم، أنجاز اليمن وشعب اليمن والصحفيين والإعلاميين هي قصيدة أحمد عظيمان. فقد حطم الفخر تحطيما وهاجمها اليوم. طبعا كلمات بناء. يعني أنا شاعر، أنا شاعر محلل أنا شاعر يعني حلل الفخر عن طريقة احترافية. وعاد فيكم من ينشر يقول أردوغان يبغى يجتاح، أردوغان يبغى يجتاح ما أدري إيش من دولة. برتغال شعب خلاص في ست. حتى أنا بجتاح جيبوتي، أنا بجتاح جيبوتي، بدخل لها من الصومال. ايش في؟ بدخل لها من الصومال. انا بالشبه حقي بمشيه بالبحر، بمشي بالبحر لما اوصل جيبوتي وادخل يا شباب عشي معاكم يا جماعه، شيء يبقى لنا ثوره توعويه قويه يا شباب. والله العظيم من الكلام هذا ما خارج. بهذلكونا الصحفي الكبير وقنوات معانا، وقنوات ما في قناه بتشتم شتامه، قناه شتامه، قناه تلفزيونيه يخسرون عليها وشتمه شتامه. يعني زي ما تحش على واحد حشوش. قناه، حتى القنوات حقنا حشوش. وين لما يجي لك اخبار مذيع السلام عليكم ورحمه ايها الشعب اليمني العريق، كم لك من يوم خلقت؟ مع ادم ولا قبل بعد ادم؟ والان ايش تبحث على ما هو تاسعة هنا. والآن بتبحث على ماذا؟ كم عمرك؟ أنا لما أسأل الشعب اليمني أستحي، لما أسأل اليمن أستحي. لما أقول لليمن كم عمرك؟ اليمن لما يعني بالله كم عمرك لليمن؟ وقال عمري خلقت قبل آدم خلقت قبل آدم يا أخي. يعني وبتدور في هذا الوقت الضايع أتبني دولة وتحلل الزيت الخام وإنه بيشيل 30% ويبقي لنا 40% و50%. بعد هذا العمر
عدينا اليمن عد العمر الافتراضي. مثلا انت فتحت سكه زفلت، كم عمرها؟ عمرها 40 سنه. انت تحط فوق ال40 السنه 10 سنين عمر افتراضي، عمر افتراضي فوق ال40 السنه. اليمن عدي عمره الحقيقي والعمر الافتراضي وعمر امه وعمر امه. عندكم تبغون يعني تحلموا بدوله؟ انتم بتحلموا بدوله بعد هذا العمر؟ والله انه شعب مقرطن حرام وطلاق. لكن نمشي معكم خلاص، نمشي معكم، لابد ما نمشي معكم خلاص. الوضع تحت الاستقرار، اي دوله وبنحكم فدراليه، فدراليه، كل واحد يحكم نفسه، كل واحد يحكم نفسه وبتاع دوله وصدر الغاز والبترول والسمك، كفينا السمك، سمك الديرك ولحم الحاشي، وصدر جمال وبكار، وصدر خرفان، كفينا الخرفان. شعب ايش تسوي له يا اخي؟ شعب ايش تسوي له؟ ماذا تعمل؟ على العموم معي لكم كلمه نهايه البث المباشر مفيده. في فيز الان من امريكا، والله يسمونها الفيز الخماسيه، حتى الفيز اسم جديد، الفيزا الخماسيه. لحظه خليكم معي والله مفيد. الفيزا الخماسيه يعني لو عندك صديق في امريكا مثلا، يعني الصديق هذا يجيب 4 جنبه، 4 يعني يصيرون 5، وانها خماسيه، فيزا خماسيه. هذا الفيزا الخماسيه الله يفتح. لقد دخلت فيها الله يفتح، عاد شوف خير. فيزا خماسيه يقبلونك 5 كفلاء. والله وضعنا حرج يا شباب، والله يا شباب وضعنا حرج. والله وضعنا ما بدي والله العلوم هذا اللي ما يبزئنا، لكن والله أنا وضعنا حرج. يعني آخر زمان يقفلوني 5. كان معانا دولة، كان رحنا بناكل، بنتعشي سحلب وحمص. الشعب اليمني قال احنا بنتعشي الان سحلب باتصال، وكان انا متزوج 4. يا ويلي كان انا متزوج 4 والخادم احتياط. يا ويلي وكان معي سيارات اخر موديل، وافتح الباب بالريموت، وانا معنا من المرأة كذا اصل انا والعروسه الجديده، واقول بالريموت شط، والابواب تفتح وادخل زي الصقر، والخدامات والحشم والخدم داخل البيت. من حقنا نعيش ولا مش من حق؟ يا يمن احنا بشر برضه. والله العظيم احنا بشر، من حقنا نعيش والله. وافتح وادخل الحوش، يا ويلي وانت مشغل الانسي، وعادي جنب بيت الانسي، وعدي جنب بيت الانسي. لكن بنمشي كلنا مش حتى صاحب السيارة مع 4 دباب داخل السيارة، 4 دباب أو 5 دباب، احتياط، دباب فاضيات، واحدة للماء، واحدة للصليط، واحدة للبترول، واحدة ومعلقين فوق، وإذا ما حد يعرف العطر ولا حد يعرف الكاشت ولا يا أيها الشعب، إذا ما تصحى الله حسيبك وكيلك، الله وكيلك. ما تصحى الله وكيلك، الله وكيلك. ما تصحى يا الشعب، الله وكيلك. ما وصلنا معكم إلى طريق مسدود، وصلنا عادكم بتدورون الخراب، بتحنون للماضي، والماضي صفر، بتحنون للماضي. ما في شعب بيحل الماضي إلا الشعب اليمني الأصيل العريق. والله وشوفوا كيف اليمني، والله انهم شوفوا كيف عايشين طيبين مغتربين ومؤدبين، ومن افضل ناس يعرفون النظام والقانون. هو بيدور النظام والقانون، بينصح الحكومه بالنظام والقانون، وعايش في اي دوله تحت نظام وقانون واستقرار.
واستقرار. اللي يتفتشون للعودة صعب صعب. تبغون الماضي صعب صعب. تبغون الماضي صعب. تبغون الماضي حق من؟ حق من الماضي؟ حق الجنوب، حق الشمال، حق الزعيم، ولا حق الخلفاء، ولا حق من، ولا تاريخنا طويل. تاريخ لعهد من تبغون؟ لعهد من؟ لعهد من؟ مش دارين مش دارين مش داري. على العموم شكرا جزيلا. تفاعلوا بخير، تفاعلوا بخير، ومن تفاعل بخير يعني تفاعل بخير تجدوه. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يرفع على اليمن هذه الازمه الخانقه. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يخرجنا مخرجا جميلا. يا سلام يا شاعر، يا سلام يا سلام. والدعوه ادعو الله ان يخرجنا مخرجا جميلا، وان لا يستر لا يفتضح ابا مع اولاده. الطلبه حبه نعنع وبلغه الصهاري حبه جعاله. في ناس ما عندها ريال، ناس ما عندها ولا فلس ولا راتب ولا جن ولا عفاريت ولا، مش فاهم. أنا أنهي كلامي لهذه الليلة وهذه التوعية. قد شاب راسي وقلبي لم يزل طفلا يداعب الشوق دمعا فوق أوراقي.